اقول لك لا يا حبيبي، انا بعلمك حساب الادويه، عشان لما بيبقى عندك اصل الحاجه انت بتبقى تعرف مبدع، وتعرف تشغل دماغك، وتعرف تتفادى الاخطاء، وتبقى عارف اهميه كل جرعه بتتعمل. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك مثال بسيط مثلا. اول مثال ان هو مثلا لو انا عندي جرعه دواء وانا في مستشفى حكومي او مستشفى خاصه او مستشفى خيري، وعندي دواء فيال مثلا، وعندي طفلين اتنين، ينفع استخدم الفيال لهم هما الاثنين. طبعا في مكافحه العدوى ما ينفعش استخدم الفيال لهم الاثنين الا بشروط، تكون سياسه المكان قايمه على كده، وتاني حاجه ان الفيال يكون اول مره يستخدم، ويستخدم للطفلين من غير ما يروح لاي طفل منهم. يعني ايه؟ اعرفك برضو حساب وانت بتجهز الادويه، بجهزها في مكان لوحدها تحت استرايل تكنيك وتحت انفكشن كنترول، ومفيش اي حاجه خاصه بالطفل. انت اللي بتجهز العلاج، سرنجاتك كل طفل خاصه بيه لوحدها، وسرنجات جديده، والفيال جديد، والمحلول جديد، والماء المقطر بين حاجه طفل وحاجه الطفل الثاني. ده حاجه الثانيه، في حاجه اسمها لودنج دوز، وحاجه اسمها مينتيننس دوز. وهنا الكارثه بقى، لو انا مش عارف الفرق ما بين الاثنين، بكرر اللودنج دوز وما نفهمها دلوقتي هتعمل معانا ايه. ممكن خليها بقى ساعتها الشرح، يعني عشان ما نطولش في مقدمه السيشن. اللودنج دوز دي يعني لو اتكررت بتدخل الطفل في رينال فيلير، او تدخله في مالتي اورجان فيلير. تمام. هنعرف ايه الفرق بينهم هما الاثنين، وازاي امنع الخطا ده سواء من قبل الدكتور او قبل التمريض ان احنا نكررها تاني. بعد كده لما جيت عند الادويه، جبت لك كل الادويه اللي احنا بنقف عندها تقريبا كل الادويه اللي بنستخدمها في الحضانه. جبت لك فيها ايه بقى؟ جبت لك الدواء ده هو اسمه ايه، عشان تعرف الماده الفعاله تركيزه ايه، هنحله في ايه، محلول ملح ولا جلوكوز ولا كذا، ايه هي الاستخدامات بتاعته، بنستخدمه في علاج ايه، ايه هي الاحتياطات اللازمه، ودي اهم نقطه. كتمرين الاحتياطات اللازمه دي المفروض ان انا اخلي بالي من ايه في الطفل، احل الدواء ده في كميه قد ايه، قد ايه على وقت قد ايه. ما ينفعش اعمل له كومباينيشن اللي هو مزج مع ايه، او ما ينفعش اديه بعد ايه او قبل ايه، وامتى ينفع اديه. كل المهم الحاجات دي انا لما بعرفها بتعلي لي كفاءه الخدمه اللي انا بقدمها للطفل، وبنطلع بافضل الرعايه الطبيه كلها. بعد كده عندنا المحاليل الورديه. طب انا مال حساب المحاليل يا مستر؟ هقول لك برضو نفس الكلام. المفروض ان انت ما بتعرف اصل الحاجه، انت والدكتور بتطلعوا افضل خدمه. بمعنى ايه؟ هقول لك انا ما بعرفك حساب المحاليل ان احنا وليكن بنحسب في اليوم الاول على 60 للحالات الفول تيرم، 60 مللي في الكيلو جرام في ال 24 ساعه. ده اللي هو الستاندرد في الاساس. طب بعد كده المفروض ان انا بزود 10% 10 مللي لكل كيلو في اليوم، هحسب على 70. يعني انا اول حاجه استنتجتها من الموضوع ده ان انا اليوم الاول غير اليوم الثاني، وتاني حاجه الوزن بتاع النهارده غير الوزن بتاع بكره. يعني اهميه وزن الطفل كل 24 ساعه في بدايه الشيفت عشان اغير الخطه العلاجيه بتاعتي. وبعد كده اهميه ان انا بقيس دواء مناسب او محلول مناسب لوزن الطفل، فابقى عارف ان انا ما ينفعش يبقى الطفل لابس هدوم، ما ينفعش الطفل يبقى لابس بامبرز، او الطفل ممكن اغير له الدايبر، انظف الفضلات بتاعته، انظف البول، واغير له البامبرز، وابقى عارف وزن البامبرز. وبعد ما اوزن بقوم خاصم جسم خاصم الوزن، بحيث ان انا الوزن الفعلي اللي هديله الدكتور يحسب عليه الدواء يبقى وزن الفعلي للطفل، عشان انا فاهم ان البامبرز ده ما هوش من جسم الطفل. يعني مش ما ينفعش ان انا اعمل حسابه في العلاج وهو اصلا مش من جسم الطفل. بعد كده قال لك لما الطفل ده هو يتحط على علاج ضوئي احادي، بزود 10% من توتال المحاليل اللي داخله. الطفل ده لو بياخد 240 مللي في ال 24 ساعه، يعني المفروض بعد ما احسب كل ده، والطفل ده انا عارف ان هو على علاج ضوئي احادي، بزود له 24 سم. تمام. ولو علاج ضوئي ثنائي بزود 20%، ولو علاج ضوئي ثلاثي بزود 30%. يبقى انا عارف ان الطفل بتاعي ده هو لو ما اتحط على علاج ضوئي احادي، يبقى المحاليل قبل العلاج الضوئي غير بعد العلاج الضوئي في اي يوم في الشيفت بقى. لو انا مش عارف الكلام ده، او الدكتور ما خدش باله، او ما تنبهش، ايه اللي هيحصل؟ المخاطر ان الطفل ده هو بعد 24 ساعه هيتعرض لجفاف عشان فقد سوائل كتير وانا ما عوضتهاش. يبقى انا قاعد انا والدكتور شغالين عادي زي الفل، وبقى الكانولا بتاعتنا مثلا قفت مع المحاليل اللي احنا كنا مقصرين في الكميه اللي ما اديناش للطفل. ال 24 سم دول هيعملوا مشكله للطفل؟ ايوه هيعملوا مشكله ليه. تمام. بعد كده
في حالات تانية مثلا بنقلل لها، بنعمل فلويد ريستريكشن، زي حالات اللي عندها بي دي اي او في اس دي، ثقب في القلب، تمام، او على بعضيها. بيقول لك بقلل من 10 الى 30% على حسب من التوتال المحاليل اللي بتخش للطفل، على حسب تعليمات الكارديولوجيست، الدكتور القلب المتخصص. بعد ما يعمل ايكو يقول لك لا، احنا عايزين نعمل فلويد ريستريكشن للطفل ده هو بمقدار 10% او 20% عشان القلب يشتغل كويس، ما يحصلش فيه اي مشاكل. تخيل بقى انت لسه شغال على الكميه بتاعتك العاديه وكل يوم عمال تزود، فتدخل الطفل في اوفرلودد او كاردياك ارست. هتقول لي برضه ده شغل الدكتور. ماشي يا حبيبي، انت تمريض الحضانات يعني، او الحضانه قايمه على 80%، 80% منها على شغل التمريض. فانا لو ما نبهتش الدكتور بتاعي، ما كده في الاخر اللي هيضطر المريض، انا يهمني في الاول وفي الاخر المريض بتاعي، تمام. وببقى فاهم الادويه دي، المحاليل دي والادويه دي، انا عارف ان انا الدواء ده هو لازم يتاخد الساعه 10، يبقى الساعه 10 مش 10 ونص ولا الساعه 11 ولا الساعه 9، عشان عارف ان المضاد الحيوي مثلا بيعمل لي كفر 12 ساعه من 10 الصبح ل 10 بالليل. لو انا جيت اديته الساعه 12 يبقى انا عندي ساعدت ان انا البكتيريا تنمو في جسم العيان. لا مش هتنمو بس، ده هتنمو وكمان مقاومه للمضاد الحيوي اللي انا بديله للطفل. يبقى عارف اهميه الدواء اللي بيتاخد في الوقت بتاعه. بعد كده المحاليل، كلمتك على كل محلول الاستخدام بتاعه عشان ارتب لك افكارك برضو. يعني بستخدمه في حل ادويه، بستخدمه في ان انا امزجه مع محلول تاني عشان يطلع كميه، بخلي بالي من ايه. طب التركيز الزياده ده هو ما ينفعش اديه للطفل. طب نحفظه ازاي، طب نتخلص منه كل قد ايه. عرفتك كل ده في جداول. بعد كده حل وتخزين الادويه. بعد ما شرحت لك كل الحاجات دي وجبت لك الدواء وجبت لك المحلول وتحسبه ازاي وكل حاجه، جبت لك بقى جدول بسيط كده. قلت لك والله اليوناسين ده هو في منه يوناسين ويونكتام وسلبين، جرعاتهم 1 2 3، دي البدائل بتاعته. جدول مختصر يعني، ويتحل في 1 2 3. وبعد كده بعد الحل ان هو يحفظ كميه قد ايه. طب انت يا مستر، ما انت كلمتني الاحتياطات ويتمزج معايا وما يتمزجش معايا. ايوه دي الحاجات احنا مفروغ منها، بس انا عايز ابص على جدول بقى متعلق عندي في الحضانه كده هو، هعرف الدواء ده هو بدايله ايه، احله في ايه، تمام. بعد ما احله في ايه احله في ايه وهنحفظه ازاي. دي اشهر 3 حاجات اللي احنا بنتعامل معاها. بعد كده الاجهزه والمستهلكات. الاجهزه والمستهلكات ده انا طبعا انا بعتمد ان انا وانا في الكتاب بشرح لك ان انت مش هتشوف الحاجات دي، او باهلك انك انت تتدرب وتشتغل في المكان ده. فمش مش هعرف اوفر لك اللي هو الاوفر فيو، او ان انا اعمل لك اورينتيشن عن القسم. فممكن نستعيد عن الجاهزه والمستهلكات دي في ان حد يعمل لك اورينتيشن في القسم اللي هتشتغل فيه. بس برضه حبيت احطها لك في الكتاب بحيث انك تبقى في حاجات كده لازم تبقى عارف الجهاز ده خلي بالي منه من ايه نظام العمل بتاعته، ايه فكره العمل بتاعته برضه، واستخدمه افضل استخدام. احطه مثلا جنب الهواء، احطه جنب شباك، اللي هي التريكات البسيطه. لكن دي في خلال نص ساعه انت لو دخلت اي حضانه هتبقى عارف كل الحاجات دي. بعد كده اهم جزء بقى اللي هو عمق شغلنا اصلا، اللي هو الايه الاجراءات التمريضيه. فين دلوقتي؟ الاجراءات التمريضيه تقريبا نص الكتاب. الكتاب 450 ورقه مثلا، 200 ورقه منهم الحاجات اللي احنا قلنا عليها، اللي هو تاهيلك للاسم اللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي، للقسم اللي هو الجزء اللي احنا هنشتغل فيه. يبقى احنا عندنا في الحضانه عشان تبقى عارف انك تقوم بالمهام بتاعتك اللي هي الاجراءات التمريضيه وتعرف توظفها في مكانها مظبوط. اللي هو تعمل خطه علاجيه طبيه، والخطه التمريضيه الاثنين مع بعض. لازم أن تكون عارف تقريبا 70% من شغلنا هيبقى نولج بس، اللي قلت عليها في الاول دي كلها. وبعد كده انا جيت كلمتك على الاجراءات التمريضيه وجايبها لك من اول غسيل الايدي اللي هو الهاند واشنج، وبعد كده العلامات الحيويه. مش جايب لك العلامات الحيويه ان هو اللي هو درجه الحراره فالطبيعي بتاعها كذا ونقيسها من كذا، لا. ده انا جبت لك الطفل بيولد الحراره ازاي، بيفقد الحراره ازاي اصلا، وهو ما بيفقدها بيولدها ازاي. بحيث انك تبقى عارف لما الطفل عندي يكون بردان وهو الاكسجين سبورت، وان الطفل ده محتاج يعمل ميتابوليزيشن اللي هو او يعمل حرق للكالوريز دي، ويبدا يجيب الكالوريز دي يجيبها ازاي، يجيبها من ان هو يحرق الفات والبروتين اللي موجوده في الجسم بتاعته. فالحرق ده محتاج طاقه، والطاقه محتاجه اكسجين. فانا لما ابقى حاطط الطفل على اكسجين سبورت وعنده نته بسيطه او اللي هو الار دي جريد 1 اللي هو التكبنيا، وانا معرضه اصلا لدرجه حراره قليله وهو عمال يفايت معايا عشان يعوض درجه الحراره اللي هي ناقصه دي، عارف ان كل ده بيأثر عليه، ولا هو الطفل هيبقى يتحسن معايا ولا انا كده شغال صح.
بعد كده نمو الطفل اللي هو الوزن والهيد سيركمفرنس والابدومين، معرفك برضو نقيسهم ازاي والطبيعي بتاعهم ازاي، بحيث لو في اي مشكله نبلغ بيها في اقرب وقت، بحيث ان هو نطلع بافضل استفاده. السكر عشوائي في الدم، طبعا احنا هنشرحه لك بالتفصيل هتسحبه ازاي. احنا هنا بقى مركزين على تجهز نفسك ازاي، تجهز ادواتك ازاي، تبدا بايه الاول وتبدا بايه الثاني، وتسحبه ازاي وهتستفاد منه ايه. بعد كده تركيب كانولا ورديه. طبعا احنا كلنا شفنا فيديوهات كتير، انا مزود في الكتاب شويه حاجه اللي هو ايه، انا بعرفك اصلا اجزاء الكانولا بالظبط، كل جزء في الكانولا اسمه ايه وهستخدمه ازاي. مفيش حاجه اتصنعت في الكانولا دي الا عشان ليها استخدام. فاحنا ذكرنا كل جزء بالظبط برقم، وبنقول لك الرقم ده شغلته كذا 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 كذا، بحيث ان هو تبقى انت عارف افضل استخدام والامثل ليه. وبعد ما خلصت عرفتك على الاورده والاماكن اللي انت ممكن تخش فيها، بحيث ان لو الطفل مثلا اوبيش شويه او الطفل عنده مشكله والوريد بتاعي مش باين، ان انا اخش على الوضع التشريحي بتاع الوريد. ودي التركه بتاعت دكاتره التخدير. تبقى الطفل العيان بتاعي تخين شويه، او العيان بتاع الاورده بتاعته مش باينه خالص، وتلاقيه دخل على الوريد وجاب الكانولا. طب جابها ازاي؟ عشان هو ملى الوريد دم، خلى فيه قطر، دخل بسن الكانولا بالطريقه اللي احنا شارحينها برضو في الكتاب على الوريد مباشر في مكانه في وضعه التشريحي. اول ما بيظهر معاه في الدليل دم كده، عارف ان هو وصل للمكان بتاعه بالظبط. زي ما بنيجي نركب، ممكن يكون اللي هو الجاجولار فين اللي هو السنترال لاين ما هوش باين، بس هو عارف مكانه، بيخش عليه اول ما يجيب دم يبقى كده هو مكانه، بيخلي الجايد يمشي. احنا طبقنا نفس الفكره دي بس في تركيب الكانولات. بعد كده انبوبه المعده، عرفتك انبوبه المعده استخداماتها بالظبط، استخداماتها الخمسه ومقاساتها والاحتياطات اللازمه، ونركبها في انهي وضع، وايه الفرق ما بين الوضع لو انت داخل من انف او انت داخل، وايه الفرق ما بينهم هما الاثنين، ولو انت استخدمت ده مكان ده ايه اللي هيحصل للطفل وتتجنبه ازاي. بعد كده قسطره الصوره الورديه وقسطره الصوره الشريانيه، عرفناك برضو استخداماتهم واماكنهم والاجهزه والادوات والمستهلكات اللي انت بتعملها، وانت كتمريض تعمل ايه، وشرحت لك البروسيجر بالكامل في حوار سيناريو، بحيث ان انت تبقى متخيل او عامل لنفسك كده تخيل او تصور ايه اللي هيحصل في الفتره دي، وانا كتمريض مطلوب مني اعمل ايه، اللي هو تجهيز ادوات. وبعد كده دوري في كل نقطه اثناء التركيب وبعد التركيب هعمل ايه، اشرحه لك بالظبط. الرضاعه والتغذيه، كلمتك على الرضاعه الطبيعيه والرضاعه الصناعي واهميتهم هما الاثنين. واللي زاد عندنا بقى ان احنا اهميه الرضاعه الطبيعيه، لو الام بقى في البيت والطفل بتاعها دخل الحضانه هتعمل ايه في اللبن بتاعها، هتعصره ازاي، هتحتفظ بيه ازاي، هتبعته لك ازاي، هنستفيد بيه للطفل ازاي لما يجي لك اللبن في قلب الحضانه، تفك اللبن ده ازاي، تستخدمه بالادم ولا احدث ازاي، ايه هي مده الحفظ اللبن في الثلاجه والفريزر وباب الثلاجه وما الى ذلك بقى، والحاجات دي كلها. بعد تغيير، بعد الرضاعه والتغذيه، تغيير الحفاض. يعني تقول لي يا عم تغيير بامبرز، هو دي حاجه تعملها، سامعين يا شباب؟ تقريبا سامعين. دي حاجه ايوه تتكلم عليها الصوت الحفاض، واطي، تغيير بس الحفاض. الصوت واطي. انا معلي صوتي بصراحه والله، يعني صوتي شديد. بيقطع. انت ممكن تستخدم بقى، ممكن الشباب الصوت يشرحوا. بيقطع يا دكتور. تمام كده ظبط. تمام، هو تقريبا كان في حد بيرن فالصوت بقى اقل. اه هتقول لي بقى تغيير الحفاض ده، هو ده مشكله يا مستر؟ ايوه، تغيير الحفاض مشكله كبيره جدا، عشان احنا مش بنغير حفاض بس، انت بتغير حفاض وبتعمل تقييم لحاجتين. اول حاجه اللي هو البول والبراز. البول بيجيبوا كميته عامله قد ايه، بتوزن وعرفتك توزنه ازاي ولونه عامل ازاي وخصائصه عامله ازاي، والبراز نفس الكلام، خصائصه وكميته واللون بتاعه. بعد كده هتقيم، يبقى انت كده بتقيم البول والبراز الخارج الاثنين. وبعد كده بتقيم اللي هو الجلد بتاع الطفل، الجلد فيه التهاب ولا لا. بتقيم الجينيتال اورجان بتاع الطفل، بتعمل له فحص تشوف السكروتم الخصيه مكانها ولا لا، فتحه الشرج مكانها ولا لا. وشارح لك في العيوب الخلقيه ايه الحاجات الطبيعيه وايه اللي هي غير طبيعيه. ممكن تلاقي فتحه الشرج مش موجوده خالص، او ممكن تلاقي فتحه البول مش في مكانها، او ممكن تلاقي الخصيه اللي ما هياش موجوده مكانها طالعه لفوق او مش موجوده خالص. او ممكن هتقول لي طب ما الدكتور بيشوف، ايوه الدكتور يشوف ممكن، بس ممكن ما يكونش هو خد باله منها، وبتحصل كتير جدا. او ممكن تكون الخصيه مليانه هيدروسيل، مليانه ميه، ممكن تكون طبيعيه او ممكن يكون عند الطفل مشكله. هعرفك برضو ازاي تمنع التسلخات، وده اشهر حاجه بتحصل. والحاجات دي ما انت عارفها، انت بتشتغلها في الكير بتاعك، وبتعمل هيلث اديوكيشن للام وهي خارجه.
او لو حاله صفرة جايه لك او حاله نمونيه جايه لك، بتعرف الام ازاي ايه هي اصلا اللي خلت الطفل ده يلتهب، جسمه يلتهب، وبتعرفها ازاي تمنعها. بعد كده العنايه بجسم الطفل، بعرفك ازاي تدي للطفل شاور، وايه هي المشاكل المحتمله وتتغلب عليها ازاي، وتأمن الطفل ازاي قبل وبعد الشاور. بعد كده التشفيط ده طبعا يعني حكايه لوحده، وده اكتر حاجه احنا بنعملها واكتر حاجه بيحصل منها مشاكل، ولو ما انتش عارف اصلها بتعمل مشاكل كبيره جدا، تقعد الطفل عندك في الحضانه او ممكن تجيب حياته كلها يعني. معرفك بقى التشفيط بالظبط، اللي هو انواع الاساطر والوضع اللي تخش بيه وقوه السكشن ويخش منين، ايه هي الاحتياطات اللازمه لو هخش من الفم وهخش من الانف او هخش من الانتوتراكيال تيوب. الاصل اصلا او الوضع اللي هخش فيه، هشفط منين؟ يعني هشفط من الحلق ولا شفط من المعده ولا شفط من التيوب؟ لما تبقى عارف المكان اللي انت هتشفط فيه، هتعرف هتقيس ازاي كويس، هتعرف تخش بالسكشن، هتعرف تخش تعرف تخش بقوه السكشن، هتعرف تقيم اصلا انت شفطت ولا ما شفطتش. وقبلها كمان معرفك ازاي تسمع ايه، يعني امتى تشفط للطفل، هل التشفيط روتيني ولا مش روتيني، امتى تقيم الطفل وتقول للطفل ده هو إيه عنده مشكله ومحتاج ان هو يتشفط له دلوقتي، او ان انا استبعد التشفيط ده واخليه كل 3 او كل ساعه 6 ساعات، او اعدل على الاوردر بتاع الطبيب بتاعي لو كان قايل لي شفط كل 3 ساعات، ان انا اقيمه واقول له 1 2 3 يا دكتور باين عندي في الحاله، فايه رايك اما احنا نشفط كل 6 بدل كل 3 ساعات عشان ما اعرضش الطفل لواحد 2 3. كل ده مش هتبقى عارفه ولو ما انتش عندك المعلومه. لو بالمهاره بس مش هتبقى عارف الكلام ده، هتعرف تنفذ على اي طفل بنفس الوضع بالظبط، ولا انت عارف تزود ولا تقلل، ولا عارف تقيم نفسك، ولا عارف انك انت تفيد العيان. بعد كده استقبال الطفل، وانا قصدت ان انا احط الطفل استقبال الطفل اللي هو في النقطه دي في الكتاب او في الاجراءات التمريضيه، ما حطيتهاش في الاول مع انه مهم جدا، عشان انا ما ينفعش اكلمك على استقبال الطفل في قلب وانت ما بتعرفش تشفط، او انت ما بتعرفش تركب كانولا، او ما انت مش بتعرف تركب يو في سي، او ما بتعرفش انك انت تركب انبوبه معده، او ما بتعرفش تقيس السكر او تقيس العلامات الحيويه، او ما بتعرفش تعقم اصلا. فانت لازم تبقى عارف الحاجات دي كلها عشان تعرف تستقبل الطفل. عرفتك بقى استقبال الطفل واتنبأ ازاي بالمشاكل اللي هتحصل للطفل، واجهز نفسي ازاي عشان امنع كل المشاكل اللي هتحصل دي واطلع بافضل نتيجه. بعد كده هتعمل ايه مع الطفل اذا كان هتوديه الحضانه او تروحه او تحطه ملاحظه او يتنقل لمكان تاني، قايل لك كل الكلام ده. طب لو قدر الله واحنا شغالين مع الطفل والطفل ما رجعش وحصلت الوفاه، معرفك بقى ازاي نأكد الوفاه وهنعمل ايه، وبعد الوفاه المفروض ايه هي حقوق المريض دي، وبعد كده هنغسل المريض ده ازاي، ومعرفك الغسيل العادي والغسل الشرعي بالتفصيل بتاعته، ونعمل ايه امتى دي امتى ده امتى وده امتى. طرق اعطاء العلاج يعني لميت لك فيها كل حاجه، ازاي علاج تحت الجلد، ازاي علاج في عضل، ازاي ندي وريد ازاي، مع ان هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده تاني. بعد كده اللي هو الشراب والاحتياطات اللازمه في الحاجات دي كلها بتكلم عليها بقى من منظور الاعطاء، زي الرج والحل والتخزين والوضع وقبل ولا بعد، والحاجات دي كلها كلمتك عليها. بعد كده تركيب كانولا طرفيه شريانيه. تركيب الكانولا الطرفيه الشريانيه تختلف عن الوردي الكانولا الطرفيه الورديه. ايه هي الاوضاع اللي ممكن نركب فيها، ايه هي الاماكن اللي بنركب فيها، امتى نركبها ازاي، ايه دوري ايه، ومين اللي بيركبها اصلا. قسطره مركزيه شريانيه. لو احنا عارفين اللي هو القسطره المركزيه اللي هي السي في سي، احنا عندنا من القساطر المركزيه او اللي هي الاي في اكسس، عندنا مثلا حاجه اسمها يو في سي ويو اي سي، دي من عن طريق الحبل السري بتاع الطفل. وعندنا حاجه ثانيه سي سنترال فينس كاستر، دي بتركب من وريد جاجولار او وريد فيمورال، ده اكسس للوريد. وبعد كده عندنا حاجه اسمها بيك لاين بريفرال انسيرشن سنترال كاستر لاين، دي لو انت جيت تبص على السهم اللي انا بقول عليه ده، قسطره مركزيه من وريد طرفي، هي زيها زي السي في سي بالظبط اللي هي فوقها، بس بتخش من وريد طرفي. والشريانيه برضو عرفناك امتى يركب في الشريانيه ويركبها ازاي والاوضاع بتاعتها. نقل الدم ومشتقاته، جبت لك بقى كل مشتقات الدم، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الشرح بالكورس بتاعنا باذن الله. كل مشتقات الدم وكل مشتق ايه هي الخصائص بتاعته، وايه هي الاحتياطات اللازمه اثناء الحفظ واثناء الاعطاء وبعد الاعطاء، هنعمل ايه كتمريض. وطريقه الاعطاء برضه يعملوا على سيرنج بامب ولا على فيلدر ولا بجاذبيه،
والفلتر يبقى نوعه ايه وخصائصه ايه بكلمك عليه كله. الصوت بيقطع يا دكتور. ده بيقطع بقى، بيقطع عند كل، انا تقريبا انا عندي الشبكه حلوه. تمام يا شباب، الصوت كويس. هو كده بقى تمام. تمام. كان بيقطع ورجع تمام. تمام جدا. يا مسهل ماشي. كان بيقطع بعد كده برضه. نعم. الصوت بقى تمام يا دكتور، بقى تمام. ماشي. بعد نقل الدم ومشتقاته هنتكلم على تغيير الدم. ايه الفرق اصلا ما بين نقل الدم وتغيير الدم، وايه هي الطرق اللي بغير بها الدم؟ ركب قسطره سره ورديه وقسطره شريانيه، ولا قسطره وكانولا، ولا قسطرتين؟ امتى نغيره اصلا؟ طب لو انا هغيره ايه هي الاحداثيات اللازمه؟ ايه هي الادوات اللي بجهزها؟ ايه هي الفصائل المتاحه مع بعضها؟ ايه هي التحاليل اللي بتتعمل قبل للام وللطفل وللمتبرع، وايه اللي بتتعمل اثناء للطفل ودم المتبرع، وايه اللي بيتعمل بعد دم الطفل بتاعنا؟ الانبوبه الصدريه بقول لك برضو اسباب، لو كنت اتكلمت لو كنت خدت بالك، اللي هي الشيست تيوب، ايه هي المشاكل اللي بتحصل بتخلينا نركب شيست تيوب؟ طب نركبها ازاي؟ ايه هي الادوات اللي بنستخدمها؟ بايه هي النيرسنج كير بلان اللي هنعملها للشيست تيوب دي عشان نتعامل معاها ونطلع بافضل نتيجه؟ وهتابعها ازاي واعرف ان هي شغاله كويس ولا لا؟ فصل الكاترني اللي هو السي اس اف، سحب السي اس اف، ده اجراء بيحصل قليل جدا في الحضانات، بس عرفتك برضو ايه هي الاستخدامات بتاعته، بنستفاد منه بايه، ايه هي الاوضاع، ايه هي الادوات المستخدمه، ونتعامل مع الطفل قبل واثناء وبعد نعمل معاه ايه. بعد كده جيت في نقطه ترتيب الافكار، ترتيب الاجراءات التمريضيه دي. انا عارف بقى ان انا اديتك الامراض، واديتك الاشعه والتحاليل، واديتك الادويه والاجهزه ومليت دماغك معلومات، وحتى كمان اللي هو الاجراءات التمريضيه. جيت بقى بدل ما تشغل دماغك زودت كده، اللي هو مثلا لو انا معايا حاله ملاحظه هعمل معاها ايه بالترتيب. انا الاول ان كنت بقعد انا مثلا اقول لا ده انا ينفع، ده انا هركب كانولا الاول، لا ده انا هركب انبوبه معده، طب لو ركبت دي ان هو اللي في مكافحه العدوى الافضل اللي يتركب الاول. طب انا امتى اقيس درجه الحراره؟ طب امتى اقيس الراندم؟ طب اقيسه ازاي؟ طب امتى اغير البامبر؟ لا انا قمت بقى اعمل لك حاجه زي فصل كده تقريبا 13 ورقه لخصت لك فيهم الحاجات دي. لو حاله ملاحظه اعمل 1 2 3 4 5، يبقى انا عارف اوتوماتيك مترجم حاله ملاحظه داخله لي ار دي هعمل 1 2 3. حاله هتجهز ان هي تخش الحضانه بعمل 1 2 3. حاله هتتحط من سباب لفنت هعمل 1 2 3. حاجه هتخرج من عندي تروح القسم هعمل كذا. حاله هتروح حضانه ثانيه هعمل كذا. حاله جايه لي من بره هعمل كذا. ده ان شاء الله هيبقى الكورس بتاعنا، ودي المحتويات بتاعته.